الحصة الأهم ثانية ثانوي. حصة مهمة، عايزة تركيز، عايزة روقان. سمي لك يا ورق. خلاص يا رجالة. المنشور الثلاثي. احنا خدنا آخر حاجة الحصة اللي فاتت، الناس كانت غايبة، ونزلت الفيديو على اليوتيوب اللي هي الزاوية الحرجة والانعكاس الكلي. النهارده بقى هنتكلم عن حاجة تانية اسمها المنشور الثلاثي. صلى على النبي. اهو المنشور الثلاثي. المنشور الثلاثي معايا ملك هو المنشور الثلاثي هو منشور يستخدم لتحليل الضوء. المنشور الثلاثي هو منشور يستخدم لتحليل الضوء الى 7 الوان. عارفين قوس قزح؟ هو دوره. فشكله عامل ازاي؟ معايا بالراحه كده اهو. منشور اهو يا شباب. ده شكل المنشور الثلاثي. حد عارف يعني ايه منشور بالانجليزي؟ بص يا جدع ايه؟ مفيش لغه خالص؟ منشور بالانجليزي مفيش؟ يا مصطفى منشور يعني بس يا باشا بريزم. ركز معايا. اول حاجه خلاص المنشور الثلاثي عندي حاجه هنا اسمها ايه هي زاويه راس المنشور. ايه زاويه راس المنشور. ركز معايا بالراحه. يعني ايه زاويه راس المنشور؟ بص كده بالراحه. طب ما دي زاويه راس، ودي زاويه راس، ودي زاويه راس. هختار زاويه الراس على اي اساس؟ قال لك والله زاويه، ركز يا جماعه بقى، زاويه راس المنشور هي الزاويه اللي بيخش منها الشعاع. تاني زاويه راس المنشور هي الزاويه المحصوره بين جانبي المنشور. واحد بيخش منه الشعاع والتاني بيخرج منه. تاني امتى؟ ما دي زاويه راس ودي زاويه راس ودي زاويه راس. هختار زاويه الراس على اي اساس؟ على حسب الشعاع دخل منين وخرج منين. طب دخل من هنا وخرج من هنا يبقى دي زاويه الراس. دخل من هنا وخرج من هنا زاويه الراس. دخل. فاهمين قصدي ايه؟ يبقى زاويه الراس ايه تعريفها؟ اهي هي الزاويه المحصوره بين جانبي المنشور. هي الزاويه المحصوره بين جانبي المنشور، احدهما يدخل منه الشعاع والاخر يخرج ايه منه. جميل. طيب ركز بقى بالراحه. مفيش حصه اصلاح. روح انا لسه بطول. روح على تواضي. اول حاجه عندي شعاع اهو. ركز معايا بالراحه. مش عارفين لو شعاع ساقط بجيب عمود مقام؟ فدي كده اسمها فاي 1. مش احنا عارفين ان زاويه السقوط هي الزاويه المحصوره بين الشعاع الضوئي الساقط والعمود؟ يبقى فاي 1 اسمها كده. ايه هي كلمه فاي؟ يعني سقوط. فاي يعني ايه؟ طب 1 يبقى دي زاويه السقوط الاولى. يبقى فاي 1 هي زاويه السقوط الاولى. فاي 1 زاويه السقوط الاولى اهي. فاي 1 انا ماشي بالراحه عشان ما انتوهش مني اهو. زاويه السقوط الاولى. طب مش الشعاع جاي من اقل كثافه ليه اكبر كثافه؟ مقترب ولا مبتعد؟ احنا عارفين من اقل كثافه لاكبر كثافه مقترب من العمود اهو. هينكسر كده. طيب فين زاويه الانكسار؟ اهي اسمها سيتا 1.
سيتا يعني انكسار، 1 يبقى أولى، يبقى دي اسمها زاوية الانكسار الأولى. يبقى فاي سقوط، فاي 1 سقوط أولى، سيتا انكسار، سيتا 1 انكسار أولى. جميل؟ ماشي. سألك سؤال يا دكتورة حبيبة إن شاء الله، عقبالك زي أختك كده إن شاء الله. مين أكبر؟ الفاي ولا السيتا؟ الرسم. فاي طبعا. هنا ها؟ ليه؟ عشان ايوه، لانه من اقل كثافه لاكبر مقترب العمود، فطبيعي مقترب اللي بيحصل الزاويه بتصغر، يبقى في الحاله دي فاي 1 دايما اكبر من سيتا 1. الكلام ده دي اهو. يبقى فاي 1 ملحوظات عامه اهي، فاي 1 اكبر دائما من سيتا 1. ملحوظه رقم 2، خلي بالك بقى، دي رقم 1. رقم 2، لو قال لك سقط الشعاع عموديا، خدناها الحصه اللي فاتت. كلمه سقط عمودي يا بنت يا جنات، عرفت معلومتين، ان فاي 1 تساوي 0 وسيتا 1 0، ما سقط عمودي. يبقى اول ما يقول لك سقط الشعاع عموديا، يبقى انا عرفت ان فاي 1، ايه فاي 1 دي؟ ماشي، يساوي سيتا 1. ايه سيتا 1 دي؟ انكسار يساوي 0. ادي المعلومه الاولى والثانيه. جميل؟ طيب خلي بالك بقى، الشعاع لما يجي هنا هيسقط على الضلع ده، فعندي زاويه ثانيه اسمها فاي 2. فاي يعني ايه؟ سقوط 2. يبقى فاي 2 زاويه السقوط الثاني. يبقى ايه فاي 1 يا بنت مالك؟ سقوط الاولى، فاي 2 سقوط الثانيه. خلاص، يبقى عندي ايه؟ فاي 2 السقوط الثاني. هنا بقى في سؤال مهم قوي 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 لازم اساله، هو يا ترى الشعاع ده مش هنا من اكبر لاقل؟ ما دام اي حاجه من اكبر لاقل لازم اسال نفس السؤال يا دكتور علاء، هو اكبر من الزاويه الحرجه ولا اقل من الزاويه الحرجه ولا تساوي الزاويه الحرجه بتاعت الحصه اللي فاتت؟ ليه؟ لو قد الزاويه الحرجه ايه اللي بيحصل له يا دكتوره شاذة؟ الله ينور عليك. المج اخباره ايه؟ طب يا دكتور علاء، لو الفاي زاويه السقوط اكبر من الزاويه الحرجه، طب لو اقل؟ انكسار. يبقى زاويه السقوط لو اكبر من زاويه الحرجه انعكاس كلي، اقل انكسار لو قد ومقاس. لو كنت غايب ومش فاهم خش عندي على اليوتيوب، اتفرج على القناه، اعمل كومنت، اجيبك هيك ان شاء الله. ماشي؟ طيب هفترض انه اقل من الزاويه الحرجه، ايه اللي هيحصل يا دكتوره جنى؟ اي جنى فيكم؟ ها؟ ايوه، شفت الفيديو؟ الله ينور عليك. درجه زياده يا محسن لجنى اسلام عندك هنا. جنى اسلام درجه بونص عشان سابت الفيديو. هنا بقى لما يخرج عندي حاجه اسمها سيتا. ايه سيتا دي؟ انكسار. سيتا 2 يطلق عليها انكسار الثانيه او زاويه الخروج. يبقى اهو دول الخمس حاجات. ايه؟ زاويه الراس، فاي 1 سقوط اولى، سيتا 1 انكسار اولى. كده يا مستر عارف؟ لا الدليل. فاي 2 سقوط ثانيه، سيتا 2 زاويه الخروج. جميل؟ جميل. قول. ايه مش فاهم؟ مفيش توازي، لا مفيش توازي خالص. وين؟ ده مش لازم، ممكن. طيب المنشور دوره ايه؟ هو دورك استنتاج قوانين، هنوصل لقوانين دلوقتي.
ركز معايا، عايزين حد ايه شاطر كده في الرياضه، ركز معايا بالراحه بقى. بنت يا جنى وائل عشان بتطبلي لي في الرياضه كتير، فعايز ابقى معايا. لو انا يا بنت يا جنى مديت الشعاع ده كده وده كده، وسميت الزاويه دي 3، انا بسميها على اساس زي الكتاب، وسمينا دي اكس واي زد كي اي حاجه، او صدق لك حاجه حلوه استنى، جي اي ان اي، ماشي؟ فكده معايا الشكل ده مش رباع دائري؟ اي زاويتين متقابلتين متكاملتين، اي في شكل رباع دائري اي زاويتين متقابلتين متكاملتين. جميل جميل. معنى كده ان زاويه الراس زائد 3 رجاله بتساوي 180. ده شكله بقى دائري حلو. طب مش ده مثلث؟ والمثلث مجموع زواياه حلو، يبقى السيتا 1 زائد الفاي 2 زائد 3 بتساوي ال 180. لو طرحت المعادلتين من بعض، مش دي هتطير مع دي ودي هتطير مع دي ودول يبقوا بالسالب، او دول من الناحيه الثانيه، من الاخر هوصل ان زاويه الراس سيتا 1 زائد فاي 2. يبقى زاويه راس المنشور هو ده القانون بتاعها، سيتا 1 زائد فاي 2. ايه سيتا 1؟ صار يقول ايه فاي 2؟ السكوت الثاني. حلو. بص الجايه دي بقى، يبقى ده اول قانون اهو. لو انا قلت لك ايه، ركز معايا بالراحه، الايه تساوي سيتا 1، معنى ان الايه تساوي سيتا 1 يعني فاي 2 بصفر، صح؟ طب لو قلت لك ايه تساوي فاي 2 ده معناه ايه؟ حلو. ملحوظه رقم 3، طب فين دي؟ مش قلنا اذا سقط الشعاع عموديا فاي 1 بتساوي سيتا 1 بتساوي صفر؟ طب لو قلت لك خرج الشعاع عموديا، دي معناها فاي 2 هتساوي سيتا 2 هتساوي صفر. فمعنى ان الايه بتساوي سيتا 1 دي معناها ان فاي 2 تساوي صفر، ومعنى ان فاي 2 تساوي صفر انه خرج ايه؟ عموديا. يعني اول ما اقول لك خرج الشعاع عموديا يبقى عرفت ان ايه بيساوي سيتا 1، او هنا معنى ان سيتا 1 تساوي صفر، ومعنى ان سيتا 1 بتساوي صفر ده معناه ان الشعاع سقط عموديا. خلاص؟ يبقى الايه يا اما قانونها الاصلي يا اما فيها حالتين، يا اما سيتا 1 يا اما فاي 2 على حسب. سيتا 1 يبقى فاي 2 بصفر يعني خرج عموديا، فاي 2 يبقى سيتا 1 بصفر يبقى سقط عموديا. حلو الكلام. هسألك سؤال يا دكتورة إسراء، خرج الشعاع عموديا، مين الأكبر؟ الإيه ولا الفاي 1؟ ركزي في السؤال، ركزي في السؤال بالراحة، ركزي. خرج الشعاع عموديا، مين الأكبر؟ الإيه ولا الفاي 1؟ مش السيتا، فاي 1. مين الأكبر؟ ده تاني 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 بالراحة، أنا بقول عليك تفهمي. رأيي تاني بالراحة. خرج الشعاع عموديا يبقى فاي 2 بكام؟ يبقى ليه بتساوي سيتا 1. أنا مش عايز سيتا 1، فاي 1. مين الأكبر؟ الإيه ولا الفاي 1؟ هتيجي والله أحمر. ها سهلة والله يا إسراء أنت. ها هتيجي والله. ها
سيرين متألقة انت الترم ده، ها سهل الله، ها لا فاي 1. مش احنا قايلين ان كده كده فاي 1 اكبر من ثيتا 1 كده كده، فاصلا لو خرج عموديا الايه بتساوي، يبقى ينفع اشيل ثيتا 1 واحط الايه، يبقى الفاي 1 اكبر من الايه. طيب ريت يا مريم ركزي معايا. سقط الشعاع عموديا، يبقى ثيتا 1 بكام؟ يبقى الايه اكبر، الايه بيساوي فاي 2. مين الاكبر؟ استنى اسال السؤال انا لسه قلت الايه ولا الثيتا 2؟ الايه ولا الثيتا 2؟ احب افكرك بملحوظه كمان، ان في الحته اللي هناك خرج من اكبر لاقل، ومن اكبر لاقل ده مبتعد عن العمود، معنى كده ان الثيتا 2 اصلا اكبر من فاي 2، يعني كده كده ان الثيتا 2 اكبر من فاي 2. كده يا سهله. مين الاكبر بقى، الايه ولا الثيتا 2؟ ثيتا 2. فاهمين النظريه فين؟ هي اللعبه سهله ابسطها لك. الفاي 1 اكبر من ثيتا 1، والايه هي ثيتا 1، يبقى الفاي اكبر من ايه. طب اللي هناك سقط عمود، يبقى الايه هي الفاي 2، والثيتا 2 اصلا اكبر من فاي 2، يبقى ثيتا 2 اكبر من الايه. يعني لو الزاويه ب 50، فاي 1 ب 50 وهو خرج عموديا، الايه اكبر من 50 ولا اقل من 50؟ اقل من 50. مش ده الشعاع الخارج؟ في زاويه بينهم اسمها الفا. الفا اسمها زاويه انحراف المنشور او زاويه انحراف الشعاع. يعني ايه؟ تخيل انا ماشي كده، كده نسبه انحرافي قد ايه؟ صفر، نفس الزاويه. طب انا مشيت كده بعد كده غيرت اتجاهي كده، مش كده 90 درجه؟ هي دي فزاويه انحراف. بشوف السقوط كان ماشي كده وانكسر كده، دي اسمها زاويه انحراف المنشور. يبقى ما هي زاويه انحراف المنشور او انحراف الشعاع؟ هي الزاويه المحصوره بين امتداد الشعاع الساقط والشعاع الخارج، زي بينهم. طب نسال سؤال. هذا مصطفى، عايز ارجع مصطفى بقى بتاع زمان. متى تكون زاويه انحراف المنشور خارج المنشور؟ متى، اهو نكتبها اهو، متى تكون الفا خارج المنشور؟ ها لا مصطفى، ها شربيني بسلامة. لا مفيش. ها لا مماس. ليه زاوية حرجة؟ اقول لك، هو لو هو خرج مماس يعني كده، لو انا مديت ده كده ومديت ده كده هيتقابلوا فين؟ بره. على اي علامه مشومه بره، زاويه بره، على فين؟ الخط مع بره زاويه تاني. مش ده الخارج اهو وده الساقط اهو، هيتقابلوا في الزاويه اللي بينهم. اما لو انعكس هيتقابلوا جوه. يبقى تاني اهو منشور اهو، ودي زاويه السقوط اهي، وانكسر رجاله وانكسر كده وخرج مماس. مش الالفا هي الزاويه المحصوره بين امتداد الساقط وامتداد الخارج، اتقابلوا بقى اهو زي اللي بره. يبقى متى تكون الالفا خارج المنشور؟ قول له والله عندما تكون الفاي 2 بتساوي الفاي سي زمن حركه، او الثيتا 2 ب 90 درجه. طيب قول ايه. هي عموما طبيعي يبقى جوه الا في حاله واحده، لو الثيتا 2 مماس هيتقابلوا بره. لا هي مش موجوده، لازم امد ولا الاقيها.
بينهم بقى. خلاص. طيب نقولهم بقى. انا عايز احسب الالفا دي، هسمي الزاويه دي 1 واسمي دي الزاويه دي 2. ارقام رموز يعني. يا دكتوره نوران، الزاويه الخارجه لمثلث مالها؟ عارفه النظريه؟ ايوه صح. الزاويه الخارجه لمثلث مجموع الزاويتين ما عدا المجاوره له. جميل. يعني الالفا بتساوي الزاويه اللي اسمها 1 زائد الزاويه اللي اسمها 2. حد عنده اعتراض؟ ما هو ده مثلث اهو، بص الزاويتين ما عدا المجاوره له. طيب يا منى، مش ده تكامل بالراس؟ يعني الفاي 1 بتساوي 1 زائد سيتا 1، يبقى 1 بيساوي ايه يا منى؟ الفاي 1 بيساوي 1 زائد سيتا 1 بالتقابل بالراس، يبقى الواحد بتساوي ايه؟ ايوه كده كده اهي. فاي 1 بتساوي 1 زائد سيتا 1 بالتقابل بالراس، يبقى الواحد بيساوي ايه؟ ودي الناحيه الثانيه، ودي الناحيه الثانيه عكس الاشاره، يبقى فاي 1 ناقص سيتا 1. جميل. طيب اوكي منا يا من الناحيه الثانيه، مش هنا برضه في تقابل بالراس؟ يعني السيتا 2 بتساوي 2 زائد فاي 2، يبقى الاثنين بيساوي ايه يا منى؟ الله ينور عليك، سيتا 2 ناقص فاي 2. اني بروبلم؟ طيب واحده واحده بقى يا رجال. هشيل 1 واحط ده رجاله، واشيل 2 واحط ده، يعني الالفا بتساوي فاي 1 ناقص سيتا 1 زائد سيتا 2 ناقص فاي 2. يا دكتوره مالك؟ مين الموجب ومين السالب؟ الله ينور عليك. ومين تاني؟ مين السالب؟ حلو. هجمع الموجب مع الموجب، يبقى هنا فاي 1 زائد سيتا 2، والسالب مع السالب اخده مشترك، يعني سيتا 1 زائد فاي 2. حسيت بحاجه يا بنت ليلى؟ غير رقبتك وجعاكي حاجه تانيه؟ لا لا لا، حس كده، بص كده بصه حلوه وحس. هما مين دول؟ هشيل سيتا 1 زائد فاي 2 ونحط مكانها الايه، يبقى الالفا خاص بنص واحد. ايه هو ده؟ كون اهو الفا بتساوي فاي، تعالى اكتبه الفا فاي 1 زائد يا رجاله سيتا 2 ناقص ايه. ده القانون الاخير. الاستنتاج نفسه مش مهم قوي يعني، تعرفوا بس. الالفا بتساوي فاي 1 زائد سيتا 2 ناقص ايه. معايا هذا مهند، ركز بقى. قلت لك هذا مهند، الفا بتساوي فاي 1 ناقص ايه. تقدر تقول لي امتى يا عم مهند؟ تقدر تقول لي امتى؟ الله ينور عليك. امتى؟ خرج عموديه. يبقى هنا لما سيتا 2 تساوي 0، يعني لما اقول لك خرج عموديا. طيب يا بنت يا جنات، الفا بتساوي سيتا 2 ناقص ايه. يو كان دو امتى؟ امتى فاي 1 بصفر؟
الله ينور عليك. حد عنده اعتراض في الرجاله؟ سمع صوت. حد عنده اعتراض؟ ادي قانون وادي التاني. التالت بقى بسيط بالراحه. قانون ستينلي بيقول ايه يا مالك؟ سمعني كده. ايوه بس مش ينفعش خط. ماشي. ان 1 ساين فاي يساوي ان 2 ساين. هطبق سنيل هنا كده في الحته دي. مش هو جاي من الهواء للمنشور؟ يبقى ان هواء اللي هو بواحد في ساين فاي 1 يساوي ان منشور في ساين سيتا 1. معنى كده ان الان هقسم على ساين سيتا 1 يبقى ساين فاي 1 على ساين سيتا 1. بس يا يوسف هطبق سنيل برضو الناحية التانية بقى وهو خارج. مش المرة دي من المنشور لهوا، يبقى ان منشور في ساين فاي 2 يساوي ان هواء اللي هو بواحد في ساين سيتا 2. عايزين نرد على خلص. يبقى الان بتساوي ساين سيتا 2. هقسم، فاهمين الكلام؟ هقسم على فاي 2. الحيوان اللي بيتكلم ورايا صدقني الرجاله اللي بيرغوا ما جوش. من الاخر بدل الدوشه دي كلها هوصل اللي في الاخر شكل من الهكس ده اهو. الان بتساوي ساين فاي 1 على ساين سيتا 1 وبيساوي ساين سيتا 2 على ساين فاي 2. وده القانون التالت. ايا يكن ماشي تفرق. هي معكوسه في الثانيه عشان من ان لها كذا. خلاص دول الثلاث قوانين بتوع المنشور. دول ثلاث قوانين بتوع منشور. معايا يا حاج؟ عايز اسمع. دول لا اهو. خلاص ده سنتين قانون. طيب ركز معايا وراح بقى واحده واحده. ادي قانون ابص كده ازعل. ادي قانون، ادي الثاني، ادي الثالث. ملحوظه بس واحده كمان، ركز معايا بالراحه. لو قال لك الزاويه الحرجه هي الفاي 2 معنى كده ان سي 2 90 من غير ما يقول لك ما ماس. كلام جميل. بص يا شباب اسئله الجزء ده سهله وبسيطه، ولكن مشكلتها في المعطيات بتاعت السؤال والقوانين اللي انا هستخدمها. ادي الثلاث قوانين هنحطهم على جنب لوحدهم اهم. ادي اول قانون بس يا حاجه. ادي الثاني حمارة بتتكلم. ادي الثالث. معايا بقى بالراحه. هسأل سؤال لا اجاوبه دي حاجه حلوه. اسمك ايه؟ ايمان من سوريا برضه؟ من سوريا؟ عرفتك من لفه الطرح. ماشي. هسألك سؤال يا ايمان. ركزي بعد كده انت لا هسألك نفس السؤال. كده زي شربيني. لو بس اديني ايه حل بالتفصيل ممل. لو فاي 1 زادت دي، فاي 1 زادت، ايه اللي هيحصل لسيتا 2؟ فكر معاك دي تفكير. لو فاي 1 زادت ايه اللي هيحصل لسيتا 2؟ هذا سمية. لا والله.
نسيت ماي سيستم انا قلت. ها، وجهة نظر خاطئة. دكتور علاء، لو فاي 1 زادت، طلابنا على اليوتيوب، لو فاي 1 زادت وقف. المدرس يقول لك كده وقف وحل. ارجع لي تاني، مش عايزين نجيب الناس سخ والله. افكار احمد يوسفيه. يلا يلا، عشان كده فاشلين. شفت حاجه؟ لو فاي 1 زاد، ايه اللي هيحصل لسيتا 2؟ استنى نطلع 50 جنيه. هاتوا لي محفظه يا هديه. شربيني ماشي. جاهز يا ابو سامي؟ جاهز يا بنت جنى؟ لو فاي 1 زادت ايه اللي هيحصل لسيتا 2؟ جاهزه يا سلمى؟ اديني تفسير، ما هي كل قال زاد قال محدش اداني حاجه. استنى واحده 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 واحده، قولي لي بالراحه كده اهو. ها جميل. فين من القانون ده؟ حلو ماشي. ليه؟ ماشي حلو، كلام محترم يستاهل التقدير والاحترام. هو الراجل قال لك ايه؟ هو حد هطلعها لك ده. هو معامل الانكسار ثابت ولا بيتغير؟ ثابت معامل الانكسار. الفاي 1 لما بتزيد لازم الثيتا 1 تزيد، وما دام مش زاويه الثيتا 1 الايه بتساوي الثيتا 1 زائد فاي 2، زاويه الراس دايما ثابته، زاويه الراس ثابته على طول. فبالتالي لو الثيتا 1 زادت لازم ايه اللي يحصل لفاي 2؟ هتقل، او ممكن اجيبها من المنشور هي. طيب لما الفاي 2 تقل مش الان ثابته، يبقى الثيتا 2 هتقل بقى. يعني ينفع اكتب من الاخر اقول ايه؟ فاي 1 لما بتزيد الثيتا 1 بتزيد، والفاي 2 بتقل، والثيتا 2 بتقل. مبروك عليك يا باشا. الواد يوسف بقى له شهر يبوس ايدي عشان اديله فلوس ما ياخدهاش. 50 جنيه تطلع في ثواني. عارف والله ماشي. دي 50 جنيه كمان النهارده. اتعلم بقى عشان الاسئله دي هي سهله بس عايز التركيز. معاكم حاجه، معاكم بص معاها. بيقول لك ايه؟ اول سؤال تتوقف زاويه الانحراف في المنشور الثلاثي. زاويه انحراف المنشور الثلاثي الفا بتساوي فاي 1، يعني بتتوقف على زاويه السقوط الاولى، وبتتوقف على زاويه الخروج، وبتتوقف على زاويه الراس. فتعالى نبص كده على الاختيارات. زاويه الراس موجوده وزاويه السقوط موجوده، يبقى الاجابه رقم د الف ب صح. خلي بالك بقى، تاني طلب عايز ايه؟ سيتا 2. بالراحه بقى اعلمك حاجه. بص يا شباب، السيتا 2 يا اما بتيجي من القانون ده يا اما بتيجي من ده. حلو كلام؟ هو انت معاك الالفا اصلا، يبقى اكيد النتيجه هتجيبه من ده. فكر بقى بالراحه. مديك الان ولا مش مديها لك؟ الان مديها لك ب1.3. طب ما الان بتساوي ساين سيتا 2 على ساين فاي 2، يبقى الساين سيتا 2 بتساوي ان في ساين فاي 2. الان ب1.3 والفاي 2 مدالك بكام؟ يبقى في ساين 35. شيفت ساين اجيب الزاويه بكام؟ 48 وشويه بس خلاص. وده اول طرف. ينفع؟ ينفع معايا؟ ينفع من الاثنين اللي كله ينفع معايا. طيب تاني طلب ملك فاي 1. فاي 1 بتيجي منين؟ تروح سأل نفسك سؤال، من هنا او من هنا. معكش الالفا يبقى اجيبه من هنا اهو. الان بتساوي ساين فاي 1 على ساين تيتا 1.
يبقى ساين فاي 1 خلي بالك بقى، خلي بالك بتساوي الان اللي هي 1 و3 في ساين سيتا 1. مش معايا، بس مش معاك زاوية الراس ب 60 وانا قايل لك ان زاوية الراس عبارة عن مجموعهم. طب ما الفاي 2 ب 35، 60 يبقى ب 25، يبقى 1 و3 في ساين 25 شيفت ساين اجيب الزاوية بكام؟ 33. الإجابة رقم ألف. بس جبت السيتا 1 من القانون وعوضت تحت. ثالث طلب، الشعاع الخارج انحرف عن مساره الأصلي. دي ألفا، عايز ألفا أهي. الألفا بتساوي فاي 1 زائد سيتا 2 ناقص إيه؟ السيتا 2 أهي، والفاي 1 أهي، والإيه أهي 21 وشوية. يبقى الإجابة رقم ب. 374 سرعة الضوء داخل المنشور إذا كانت سرعته في الهواء 3 في 10 أس 8. مش احنا خدنا معامل انكسار يا مازن سي على الفي؟ بس هو عايز الفي ومال الان بتساوي السي على الفي، يبقى الفي بتساوي السي على ان. شكرا. السي 3 في 10 أس 8 والان ب 1.3 يديك الاجابه رقم ب. خلص الكلام، سهله وبسيط. ماشي طيب، اقلب الصفحه. هات لي كده صفحه 78. هحل معاك اول سؤال وانت هتكمل. ركز معايا بالراحه، صوت يا شباب. بيقول لك ايه؟ سقط شعاع ضوئي بزاوية سقوط 45. اكتب فيها فاي 1 فوق 45 يا جاموس. اكتب فاي 1 على احدى اوجه منشور ثلاثي مع اكتب فيها ان الله ينور، وخرج من الوجه المقابل سيتا 2 فان زاوية المنشور، زاوية راس المنشور يعني. وراح بقى مش زاوية راس المنشور يا شباب، الاي بتساوي سيتا 1 زائد فاي 2. انا ولا معايا سيتا 1 ولا معايا فاي 2، هنجيبهم. مش انت معاك الان ومعاك فاي 1 يجيب سيتا 1، ومعاك سيتا 2 يجيب فاي 2 اهو. يبقى ساين فاي 1 هو عايز ساين سيتا 1 بتساوي ساين فاي 1 اللي هي 45 على ان اللي هي 1.5. شيفت ساين اجيب الزاويه. والفاي 2 ساين فاي 2 من الان بتساوي ساين سيتا 2 اللي هي 52 على 1.5. بس اجيب سيتا 1 واجيب فاي 2 واجمع. سهله. طب ازاي اعمل ايه؟ فاهم شويه. 59 تاني. هو عايز يزود الراس. زاويه الراس بيساوي يا اسامه سيتا 1 زائد فاي 2. طب انا مش معايا ولا سيتا 1 بس معايا معامل الانكسار ومعايا اجيب زاويه السقوط. هجيب منهم سيتا 1 اقسم ساين فاي على ان، ولا معايا فاي 2 بس معايا سيتا 2 ومعايا الان بس واجمع. الشكل المقابل يوضح مسار شعاع ضوئي خلال منشور زجاجي متساوي الاضلاع. بعدين اكتب لي زاويه الراس ب 60. معلومه جديده مهمه. زاويه الراس ب 60 مع متساوي الاضلاع. زاويه الراس ب 60 درجه. ماشي. معامل انكساره معاك الان ومعاك على الرسمه الفاي. هو عايز زاويه الخروج يا باشمهندس. ايه خلاص. عايز زاويه الخروج. بالراحه بقى. خلاص. مش انت معاك الان ومعاك الفاي؟ معاك الان يا يوسف ومعاك الفاي. هجيب سيتا 1. هو مش عايزها بس انت تجيبها عشان تعرف تجيب السيتا 2. اول خطوه اهو. يبقى ساين سيتا 1
تساوي ساين فاي 1 اللي هي 43 على ان شيفت ساين اجيب سيتا 1. شوفها لي بكام؟ اللي حسبها 27. ما هو مش عايزها، انت لسه هتجيبها هنا اهو. دي ب 27. ما دام دي ب 27 مش زاويه الراس سيتا 1 زائد فاي 2، هجيب فاي 2 33. طب ما ساين سيتا 2 بتساوي ان في ساين فاي 2. الان بواحد ونص وساين فاي 2 ب 33. شيفت ساين تجيب الزاويه 54 و8 من 10. شكرا. فاهمه؟ يبقى انا اجيب سيتا 1 بعدين اجيب فاي 2 بعد اجيب سيتا 2. 3 خطوات. 381. الشكل المقابل يوضح مسار شعاع ضوئي خلال منشور ثلاثي قائم الزاويه. معامل انكسار مادته اكتب عندها ان بواحد ونص، قلت زودها. تكون زاويه الراس. هسألك سؤال، الرسمه اللي عندك ده مين ده؟ سقط عمودي؟ ما دام سقط عمودي اكتب فاي 1 تساوي سيتا 1 تساوي صفر. وما دام سقط عمودي يبقى الايه بتساوي فاي 2. مش الشعاع خرج مماس؟ دي اللي خدناها الحصه اللي فاتت. ما دام خرج مماس يبقى الفاي 2 هي الزاويه الحرجه. طب الفاي 2 هي الفاي سي. طب ما احنا خدنا الحصه اللي فاتت ان ساين فاي سي بتساوي 1 على ان. مش انت معاك الان؟ هتجيب الفاي سي، والفاي سي هي الفاي 2، والفاي 2 هي الايه 41 و8 من 10. يبقى الاجابه رقم ج. يبقى انا هجيب فاي سي شيفت ساين 1 على ان، والفاي سي منها هي الفاي 2، والفاي 2 هي زاويه الراس. يبقى الاجابه 41 و8 من 10. طيب 382. الشكل المقابل يمثل شعاع مسار شعاع ضوئي خلال المنشور الثلاثي، فإن زاوية انحراف المنشور واحدة واحدة بالراحة. مش دي ب 30 يبقى فاي 1 ب 60. طب مش دي ب 50 يبقى سيتا 1 ب 40. ومش دي 68 يبقى فاي 2 ب 22. طيب ومديك الان مش معايا محتاج. وزاويه الراس مش دي 68 ودي 50 يبقى دي 62 تبع المثلث. يبقى انا فاضل لي السيتا 2 بس عشان احل السؤال. اجيب سيتا 2 منين؟ واحده واحده اهو. بص يا شباب، دايما السيتا 2 معظمها بتيجي من هنا اهو. ساين سيتا 2 بتساوي ان في ساين فاي 2. الان مش معايا، الفاي 2 ب 22. بس استنى، مش انت معاك فاي 1 ومعاك سيتا 1 هتجيب الايه؟ الان. يبقى الان بتساوي ساين 60 على ساين 40. شوفها لي بكام؟ 1.34. يبقى 1.34 في ساين 22 30 بس. يبقى معاك الفاي 1 ب 60 ومعاك سيتا 2 ب 30 ومعاك زاويه الراس طلع بكام؟ 22 ولا كام؟ 28. يبقى الاجابه 28. 30 ولا كام؟ ما انت بالظبط وريك 8 عشان انت عرفت ارقام. 28.38 بالظبط صح؟ الاجابه رقم ب بالظبط. خلاص؟ طيب